طبعا اللي بينزل على الميدان مع القوات المسلحة وبيصافح رجالها، أي مواطن بيتشرف بالمصافحة بمصافحة أي مقاتل في الجيش العربي السوري. الحقيقة أنه نكون معكم، فنحن بنشعر أنه نحن مع كل مقاتل في الجيش العربي السوري في كل مكان في ساحة الوطن. لما نصافحكم كأنه عم نصافح كل مقاتل في سوريا، وأنه زوركم اليوم فهذا بيتطلب أنه أنقل كلمة شكر باسم المواطنين في سوريا، باسم كل مواطن شريف. فأنتم عم تخوضوا معركة الوطن كل الوطن، فهي رسالة شكر من كل مواطن أنا بنقلها باسمهم جميعا. والنتائج على الأرض هي اللي بتحكي، من باب عمر للقصير مرورا بالغوطة الشرقية، واليوم بدارية اليوم، والخالدية كمان ودارية. فهذا الموضوع نحن مطمئنين جدا لأدائكم، لكن الأهم منا أنه إنجاز الجيش العربي السوري أصبح الآن محل تحليل في كل العالم. الكل عم يحلل شو عم يصير، كيف الجيش العربي السوري قادر يصمد هالصمود. طبعا يمكن كثير من الناس ما تفهم ماذا تعني كلمة جيش عقائدي. جيش عقائدي هي الأساس بالنسبة لأي قوات مسلحة في العالم. الجيوش المحترفة أنا بعتقد بالمستقبل سوف تدرس هذه التجربة، ومراكز التحليل العسكرية بدأت تحلل ورح تحلل هالتجربة لحتى يستفيدوا منها. على كل الأحوال كم ساعة صفر صاروا عاملين من رأس السنة حتى اليوم؟ صار 14 ساعة صفر لمدينة دمشق وحدة. بس بكل ساعة صفر انتم كنتوا عم تحولوهن هن الاصفار، هن وخططهم وكل من يقف خلفه. عادة دائما الشعارات تكون في المقدمة والممارسة تأتي خلفها. في هالمرة الجيش العربي السوري سبقت الممارسة الشعار. فأنا بقول لكم كل عام وانتم بخير. نحن بمقدار ما منشد حالنا فيكم كسوريين، بمقدار ما نشد حالنا بعائلاتكم، يعني كل واحد فيكم هو أغلى واحد بعائلته اليوم. مثل ما أنتم صابرين فكمان عائلاتكم، زوجاتكم، آبائكم، أمهاتكم، أبنائكم وبناتكم وأخوتكم وأخواتكم كمان هن صابرين. فنحن نقول لهم كل عام وانتم بخير، لأن هن جزء من المعركة وهن جزء من هذا العيد. قوة الجيش تيجي من أبنائه، لكن بنفس الوقت تيجي من احتضان الناس له، والشعب السوري واقف معكم بقوة. لما نقول جيش الشعب هذا يعني إنه الجيش بيدافع عن الشعب، لكن بنفس الوقت الشعب يدافع عن الجيش. فاليوم كل مواطن بيعتبر إنه اللي عم يدافع عن الجيش هو عم يدافع عن الوطن، وهي المعركة الوطنية، وهذا هو جيش الشعب. هون عم نجسدها لهالجملة. فنحن بندافع عن الناس وبنحتضن الناس وبنحب الناس. لولاكن ما في جامعات، ما في مدارس، ما في خبز، ما في مي. لولاكم كنا كل سوريا كانت عبارة عن لاجئين ويمكن خارج سوريا. لولاكم كنا اليوم كلنا عبيد للدول اللي بدها تركعنا. ونحن بحياتنا الشعب السوري بحياته ما كان قبل يكون عبد. هي الموضوع لا بالتاريخ ولا بالحاضر ولا يجوز أن يكون في المستقبل. دائما شعارنا هو الشهادة أو النصر، ولكن أنا من أول ما بدأت المعارك عم أقول نحن شعارنا في هذه المرحلة النصر. الشهادة قدر، لكن نحن هدفنا النصر، وكل الشعب ينتظر من الجيش العربي السوري النصر. فبدنا نوقف كلنا مع بعضنا مثل ما أنتم موقفين مع الشعب والشعب موقف معكم، وبكل تأكيد لما نحن مع بعضنا الله بيكون معنا.